اولا السلام عليكم يا جماعه. بس عندنا دلوقتي اللمبات دي كلها بايظه. طبعا عندنا في ظل الغلاء والكلام ده كله بيبوظ عنده لمبه بيرميها، واللمبات دي مش رخيصه، غاليه. مثلا عندنا اللمبه دي لمبه ليد، لو جينا جربناها مش شغاله. طيب ممكن نعمل ايه؟ يبقى معانا افو وهنفتح اللمبه، نلاقي جوه اللمبه عده لمبات ليد صغيره. هنيجي بالافو ونقيس، دول كده شغالين، دول شغالين تمام، دول شغالين. طبعا هتقولوا ازاي تشتغل من غير كهرباء؟ اهو الافو فيه بطارية 9 فولت اللي هو الحجر، بيقوم اللمبة ويشغلها معانا اهو. دول بايظين. دول اللي بايظين. دي بايظه ودي بايظه. تمام. اللي فيها نقطه في النص سودا كده، اه هي دي بتبقى ضربت. تمام. هم عاملين بصوا ايه؟ يا جماعة برضو نقرب كده واحدة واحدة كده اهي. نعمل ايه بقى يا حاج شعبان؟ هم شايلين دي بين سبوس كده عشان ما نبوظش الباقي، تمام. ونقوم شايلين اللي اداها خالص. ولو في عندك ليد ممكن تركب غيرها، مفيش ليد اقفل الدايره بالازير. تمام، يعني نشيل اللمبة خالص، نكسرها ونقفلها بالازير والكاوية. يكون معانا الكاوية برضو ايه مسخنينها، شغالة الفيشة في الكهرباء والازير، ونقفل الدايرة بتاعة اللمبة بعد ما شلناها خالص بالازير. زي ما انتوا شايفين كده. المكان فين بقى؟ سنتر الاصيل. اشتغلت يا جماعة ما شاء الله زي الفل، من غير اي حاجة، موضوع بسيط جدا. هم حاطين الغطا بتاعها. الله ينور يا حاج شعبان، مية مية. طبعا دي دي شغاله، هتوفر كتير دي معايا جدا. اشتغلت، ده كله نفس الموضوع، ودي كل اشتغلت. اللمبات دي نفس الموضوع. هتلاقي لمبة بايظة تفتحها، تشيل اللمبة، تقفل مكانها بالازير، تشتغل معانا ان شاء الله زي الفل. الله ينور يا حاج شعبان. وكذلك الموفره زيها. نفس الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.